اوه، عندنا لاعب جدا يعني جدا خطير جدا جديد، ما عملناش عنه مقاطع كثيره، ولكن لسه منزل عنده مقطع ونزال ضد لوميلزو تشيدز. الراجل عمل نوك اوت خرافي يا عمي. اذا بقى تكلمنا على الستانس، اذا تكلمنا على حركات هوليوود، الحاجات اللي بنشوفها عارف انت في البروجرامينج في البلاي ستيشن، لا ايوب براس فعل ذلك بالحقيقه ضد دوميلزو شيت بركله هوائيه. الراجل لف في الهواء ورزعه كده ركله على وشه، قضت عليه يا عم. بنتكلم على ايوب براس، واحد من اكتر الناس الجدد اللي احنا بنتفرج عليهم حاليا. جدا الصراحه معجب بادائه اللي فيه الكارديو، اللي فيه الفتنس اللي جدا عالي، وفي نفس ذات الوقت وفي نفس ذات الان الراجل يعرف يتلقى الضربات، وجدا سريع ومش ثقيل، بالعكس جدا سريع جدا كويس يا عمي في دقه ضرباته. زي ما قلت لكم انا جدا احب ان احنا نشوف ناس جداد هنا على القناه، وخصوصا لو كان واحد مغربي زي ايوب براس، راجل بنسمع عنه بس داخل حلباته لانه جدا قوي. النهارده ان شاء الله تعالى هنشوف فايت من يومين، يعني فايت جدا جديد، ولكن بيقولوا ان ده حصل على يعني عارف انت واحد من الريكوردز لاسرع ضربات القاضيه او لاسرع النزالات اللي حصلت في التاريخ. خلينا نشوف كده مع بعض هذا النزال. انا جدا مستمتع، ما اعرفش اي حاجه عن الفايت غير اللي انا لسه قايله لكم، لكن اول ما تنسوش تدوسوا تحت على زر الاشتراك وتوصلوا 100,000 مشترك. الحلم جدا كبير، ولكن باذن الله تعالى قربنا له. وصلونا يا عمي، وخلونا نسمع رايكم تحت في الكومنتات. ولا على طول ليتس جو. شوف ايوب براس، شوف زي ما قلت لكم جسمه ما شاء الله جدا كويس، تحسه جدا قوي. طبعا بيلعب ضد الايراني نجاب الفا، نجافي الفا ايا كان اسمه ايه يا عمي. احترم زي ما قلت لكم اي احد يمارس هذه الرياضه ودخل هذه الحلبه، لكن الراجل باين عليه هيموت. الراجل باين عليه داخل يموت ضد ايوب براس اللي مصنف رقم 2 في 8 تي كي او. ان شاء الله تعالى نستمتع. ايوب براس صاحب النظره الفتاك، الراجل باصص لك كده. انت عارف اذا نظر لك مغربي بهذا الشكل داخل الحلبه اعلم انك ميت. حلو. شوف ايضا يرتدي القفازات الفينوم الحمراء. انا اعشق الفينوم الحمراء، كانت لدي عندما كنت امارس الكيك بوكسينج. خلينا نشوف ايوب براس. اوكي حلو. الراجل شوف انت كانه بيدرسه، بيفكر هيعمل ايه. حلو الركلات، حلو الركلات يا عم. شوف حلو ركله فلاين كيك خرافيه من ايوب براس. زي ما قلت لكم الراجل مش معضل لدرجه ان اللاكتوز او السترين او غيرهم هيتعبوا. لا الراجل ما شاء الله جدا قوي، في نفس الوقت فت، ويقدر يروح معاك 6 7 راوندات 10 راوندات يا عم ان شاء الله. شوف بيتا، شوف ممتاز يا ايوب. كنت لسه اقول لكم شوفوا الفلو كنترول، شوفوا ازاي بيتحكم برتم المباراه، امتى بيحركوا. خلاه على طول كده. المغرب ممتازين في الحته دي، حركتهم جوه الحلبه جدا ممتازه. ايه خلاص كده يا عمي، من اول بادي شوت كده انا يا عمي عزيزي يا المشاهد، وبقول لكم دائما اخطر حته تضرب فيها جنب الراس هي الكلى او البطن. بادي شوتس جدا فتاكه، ودائما وابدا نلاقي العظام في هذا الحلبه بيمرنهم اخوهم. الراجل ده يا اخي فيري امبارسنج يا عمي. خلي جدا محبط جدا. عارف انت تحس الواحد خجلان. تخيل تدخل تتهزم في اول 10 ثواني. اقول لك ان انت ضد ايوب براس يا عمي، انت ضد ايوب براس، ذلك كان متوقع. راجل زي ما قلت لكم جدا قوي، جدا قوي الصراحه، جدا قوي. خلينا بس ايه نحتفي كده اي حاجه. يا الله ما ذاق الانتصار. خلينا نشوف ماذا حدث مرة أخرى. زنقوا في الكورنر وخلاص هتتحكم بيه يا عمي، هتتحكم بيه. يعني أنا عارف إن المغاربة جدا ممتازين في الورك فلو والتحرك داخل الحلبة، لكن مش لتلك الدرجة تخليه مقعدك كده وما تضربش حتى يا أخي أي شيء. يعني اتحرك اضرب. لكن براس 1 2 يا الله، حتى عامل كده وهو بيصد الشيء. very dirty naughty boy. ممتاز ناوي ايوب. شوف 1 2 وعندك طبعا نيه ضربه بالركبه في بطنه. ده خلاص ازداد. ممتازه والله. كام قعدنا كام 10 ثواني 12 ثانيه. الراجل ما عرقش اساسا. ايوب براس ما عرقش. يعني شوف حتى المعلقين هيتجننوا يا عمي يعني. شوف هنا اخو ايوب براس تقريبا اخوه، يعني لازم تلاقي الناس العظيمه دي خلفها
اخوه مين هيمرنك احسن من اخوك؟ يعني اكتر واحد هيخاف عليك، اكتر واحد حريص انك تكسب. شوف التاني بيمر تقريبا اخوه برضه، لكن التاني لا تسري عليه القاعده، التاني ما رماش، ما عملش كده حتى. ممتاز يا ايوب والله، ممتاز يا ايوب. خلينا نشوف التصريح، يا رب نفهم اللغه اللي بيتكلمها، يعني يا رب يكون بيتكلم انجليزي او عربي، ممكن شويه فرنساوي افهم. شوف علم المغرب، انجليزي يب. Ik ga het Nederlands doen. Ja, het was al gepland. للاسف مش انجليزي يا عم. Dat het een jongen was die best goed is, maar niet op mijn niveau. So what he basically said is he knows that his opponent Hamid Najafi is a good guy, he's a talented guy, but not he's better. That's what he's saying. And have you a message for the other winners who will go through on the 30th of December? Ik heb één message, maak jullie zelf ready. Ik kom koud maken. Oes. Yeah, he's saying to all his opponents, make yourself ready because I'm coming for war. اوه. Ik wil graag trouwens nog één ding. Ik wil mijn sponsors bedanken. Brix Management, Grix en Kees, Top Kapi, Rademaker. اكيد بيشكر حد هنا، Daarnaast wil ik mijn trainer bedanken. بيشكر مدربينه، En mijn vader, ouders, ابوه. en de rest die voor mij is gekomen. Dank jullie wel. There we have it. We have the 4 names going through to the quarterfinals. شوف هنا والده. On the 30th of December in Alkmaar. So book your tickets for that. ممتاز يا عمي، زي ما قلت لكم الراجل بيقول انا، يعني الراجل الثاني كان حلو لكن انا افضل منه. حلو مين يا عم؟ انت دمرته في 10 ثواني، ولكن اكيد انت ممتاز هتدمر في 10 ثواني. وبيقول لك انا قادم للحرب، انا افضل من اي احد، احب هذه السبيريت، احبك. تعرف انت عندك الكوادر، عندك الفن يا عم، روج لهذه الاشياء. كنت دائما ما انتقد نبيل الحليولي ان هو مش بيستغل الماركتنج، مش بيعمل حاجات كده كونتروفيرشل يتحدى الناس، لانه ما شاء الله جدا قوي عشان يتشهر اكتر، يوصل لليفل فلويد ميوذر وكونر ماجريجر، لان يستحق ذلك. ولكن باذن الله تعالى نشوف الفايت بتاع ايوب بوراس يوم 30/12 30 ديسمبر ان شاء الله تعالى. عايزين نشوف نعمل ردة فعل مباشرة على هذا الفايت. اكتبوا لنا تحت رايكم، دوسوا على زر اللايك. انا خلاص بيج فان لايوب بوراس، باذن الله تعالى نشوفه ونستمتع بيه دائما وابدا. ما تنسوش شباب تكتبوا لنا تحت رايكم، رايكم هو الاهم. واشوفكم ان شاء الله تعالى في مقطع اخر يا عمي. يلا مع السلامه.